السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ فضلا اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مننا كل جديد. ساعدونا بأن القناة دي تكبر وتكبر بيكم وبدعمكم. دعمكم ليا كبير جدا 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 جدا، والله العظيم انتم متعرفوا انا بفرح ازاي بكل كومنت ولا لايك ولا اشتراك جديد ويجيلي في القناة. بحس ان عيلتي زادت فرد حقيقي، يعني انا بحبكم جدا 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 جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ايه رأيكم بقى في الطبق المشهي ده؟ ايه رأيكم في الفراخ اللي مشوية دي من غير فرن ولا شواية ولا اي حاجة؟ عشان حبايبنا بقى اللي في الغربة او اللي ما عندهمش فرن او كده لازم ياكلوا فراخ مشوية. ايه رأيكم بقى في الرز كمان؟ هعلمكم تعملوا الرز ده بطريقة سهلة جدا جدا جدا. اول حاجة طبعا معانا كمية الفراخ يا حبيبة قلبي اللي انت عايزاها، اي كمية بقى الكمية بتاعتك انت. طبعا زي ما انتم شايفين كده معانا كمية من البصل، جزر، فلفل اخضر، فلفل احمر، معلقتين صلصة زي ما انتم شايفين كده. طبعا زيادة ليهم معانا ملح وفلفل وفص ثوم. معانا هنا معلقتين صلصة. معايا البهارات بتاعتي كده هوريها لك. معايا معلقة كبيرة جنزبيل، معلقة صغيرة قرفة، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة بهارات فراخ، نص معلقة صغيرة كركم. وطبعا قلت لك كمية الفراخ الكمية اللي انت تحبيها والكمية المتاحة معاكي، سواء هتعملي منها عزومة هتعمليها ليكي على حسب ما انت حابة حبيبة قلبي. اول حاجة كده هنعملها مع بعض، هبتدي اجيب بقى الحلة بتاعتي احطها على النار واحط كده معلقتين زيت واحط معلقتين زبدة. صدقيني تركات الزبدة دي اصلا بتفرق في لون الفراخ وفي الطعم كمان. اول حاجة كده هنبتدي بس نسيح الزبدة كده ونستنى ان هي تبقى سخنة معانا. عايزين لما ننزل الفراخ تعمل صدمة كده ونسمع الصوت بقى بتاعها. هنا كده هنعمل اول حاجة، هنبتدي ان احنا نتبل كل المكونات اللي عندنا. نبتدي بقى في الطريقة بتاعتنا. اول حاجة نحط الفراخ بكل بساطة كده وسهولة، نحطها في الطبق معانا، نحطها في بولة وهنبتدي ان احنا نتبلها كده زي ما انتم شايفين. طبعا انا تبلت البصل بملح وفلفل بس كده ودعكته وهسيبه في جنب، مش هنستخدمه دلوقتي. بس خدي بالك برضو من التركية دي والنقطة دي مهمة، بتطعم الاكل قوي 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 وبيبقى طعمه جميل جدا جدا. هتبل الفراخ معايا بايه؟ مش هتبلها باكتر من ملح وفلفل وبابريكا بس، وهدعكها كويس قوي 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 بالتتبيله. وهنبتدي بقى نشوف هنعمل ايه مع بعض. لازم تتاكدي ان انت دعكتها كويس قوي 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 بالبهارات بتاعتك. ممكن انت تحط بهارات زياده لو انت حابه براحتك، بس انا تبلتها بكده بس وكان طعمها تحفه جدا جدا جدا. هبتدي بقى زي ما انتم شايفين كده الزبده والزيت سخنين جدا. يا ريت والله في حاجة كده توصل لكم الريحة، يا ريت بس كده حاجة توصل لكم الريحة والجمال. ويا نفسي اقول لكم اتفضلوا معانا بجد. حطيت كده فصين حبهان وفصين مستكاه وحطيت ورقتين لوري زي ما انتم شايفين. نبتدي بقى اللي احنا نقلب فيها كل شوية. ما تقلبيش بسرعة، احنا عايزينها تاخد لون، يعني كأنك بتحمريها، كأنك سلقاها وهتحمريها. تمام، عايزينها تاخد لون خالص. تسيبيها بقى خليكي معاها كده. هتاخد معاكي حوالي ربع ساعة تلت ساعة. بس هي دي يعني هي اصلا مسافة ما هي اتحمرت مسافة ما ان شاء الله الطبخة تكون خلصت معاكي، الوصفة يكون خلصت معاكي. اعذروني يا جماعة على صوتي، معلش عندي برد. فلو صوتي كده ولا كده شوية فاعذروني بقى، ودعواتكم بالشفاء يا رب كل مريض. ربنا يشفينا جميعا ويشفي المسلمين اجمعين يا رب، اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده ابتدي بقى من كل جنب احمرها. مش هسيب فيها اي مكان خالص، لازم او توصل معايا اللون احمر كده. تمام. طبعا الرز البني اللي احنا عاملينه معاها ده خطير، هتجربوه بجد وهيعجبكم وهتعملوه مع كل الاكلات. كانت والدتي ربنا يعطيها الصحه يا رب كانت بتعمله لنا كده جنب الخضار، كنت بحبه جدا جدا مع مع البسله والجزر، كان بيبقى طعمه رهيب. او مع الكفته، كفته وسلطه خضراء، كان بيبقى طعمه اجمل واجمل. هوريكم هنعمله ازاي في الاخر. تابعوني بس كملوا معايا الفيديو هتلاقي الطريقة في اخر الفيديو. شايفين الفراخ بقى اتحمرت ازاي، بقت حمرا وخدت لون كده. احنا عايزينها تاخد اللون الغامق ده. طبعا نزلت عليها بالبصل بعد ما كنت بقى متبلاه بملح وفلفل وراكناه على جنب، وحطيت فص الثوم
زي ما انتم شايفين كده. ابتدي اقلب فيها بالراحه، ما تحاوليش بقى اللي هي خلاص، لان هي دلوقتي بدات ان هي دخلت في سوا معانا، فما تحاوليش تقلبي فيها كتير عشان يعني ما تتكسرش منك وكده. تمام. يا رب يكون المعلومات اللي انا بقولها واضحه معاكم. هبتدي بقى ان انا اغطي عليها شويه كده لحد ما البصل يدبل شويه. خلاص كده هبتدي انزل بالبهارات بقى زي ما احنا قلنا، نص معلقه كركم، معلقه كبيره بابريكا، معلقه كبيره بهارات فراخ، معلقه كبيره جنزبيل، نص معلقه صغيره قرفه. لو في حد ما بيحبش القرفه في الاكل ممكن تشيليها عادي، بس بصراحه القرفه في الاكل طعمها جميل جدا جدا جدا. ويا سلام بقى لو متوفره قرفه عيدان هتبقى احلى واحلى. خلاص كده ابتديت بقى ان انا احط الخضار معاكم. حطيت الجزر المبشور والفلفل الاخضر، طبعا براحتك، حابه تحطي حامي تمام، حابه تحطي فلفل رومي عادي ماشي. وقطعت كده جزء من الشطه الحمراء دي، بصراحه بقى دي اللي كانت عاطلها الطعم. يعني الحاجه اصلا كل ما كانت حاره معاك شويه بتبقى جميله. نزلت عليها بنص فنجان ميه ووطيت عليها النار وسبتها على نار هاديه. هنبتدي بقى كده نعمل مع بعض الرز البني اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو. الرز ده اصلا احنا عندنا بنسميه رز الطباخين، يعني لما بيكون عندنا افراح ولا حاجه، افراحنا بقى الافراح الشعبيه والافراح المصريه كده، الطباخين بيعملوا الرز ده في الافراح وبيقدموه كده. تمام. اول حاجه هبتدي ان انا غسله عندي الرز، كوبايه رز كده غسلها وسايباها في المصفى تصفى عشان تبقى ناشفه وتسهل عليا وانا بحمرها اللي هي تاخد لون بسرعه. تمام. في ناس ممكن تحطه من غير غسيل، بس انا ما بعرفش احطه يعني من غير غسيل وكده. شو بقى بفضل واقفه جنبه وافضل اقلب فيه لحد ما بوصل معاه للون البني الجميل اللي انتوا شايفينه ده. هنا بقى هبتدي بقى اقول لكم هنزود عليه ايه. هنزود عليه كوبايه شعريه وكوبايه لسان عصفور، وهنقلبهم كويس جدا جدا، وعايزين نخلي لونهم بني غامق، مش عايزينه دهبي فاتح، لان طبعا كل ما يعني احنا هنسويه وهنحط له ميه ف... فهو لونه هيفتح، لا احنا عايزين لونه يبقى غامق سن. فهفضل بقى اقلب فيها كده لحد ما توصل معايا للون اللي انتوا شايفينه اللي انا هقول لكم عليه دلوقتي. اول ما توصل معايا للون اللي احنا عايزينه هتشوفوها وان شاء الله تجربوها وتقولوا رايكم ايه. وصحيح يا بنات، الحبايب قلبي اللي بيكلموني على الفيس وبيكلموني هنا على الماسنجر، على الانستجرام قصدي، اللي هم بيقولوا لي احنا جربنا الوصفه كذا ونحط فيها ايه وكذا. يا ريت يا جماعه تبعتوا لي الصور بتاع الوصفات بقى عشان انزلها عندي على الفيسبوك. يا بنوتاتي الشطورات. احنا طبعا كلنا بنتعلم من بعض يا جماعه. حطيت كده مكعب مرقه، فركت مكعب مرقه عليها وحطيت الملح، وابتدي بقى اظبط الميه بتاعته. هو هياخد نفس مقدار الرز العادي من الميه العاديه. تمام. خلاص كده الفراخ بقى خلاص استوت. هبتدي ان انا نغرف، وبس كده وصفتنا النهارده تكون خلصت. طبعا هبتدي ان انا اغرفها كده معاكم ونزينها، عشان طبعا العين بتاكل قبل المعده، فاحنا عايزين العين بتاعتنا تاكل وتشبع كده وتشتهي الاكل قبل ما نحطه في المعده. تمام. ما تنسوناش بقى من اللايك والاشتراك، وشاركوا بقى الفيديو كده مع اصحابكم. ربنا يسعدكم يا رب ويبارك فيكم. ايه رأيكم بقى في الجمال ده؟ والله كنت اتمنى ان يكون حاجة توصل لكم الريحة والطعم. اتمنى اقول لكم بجد اتفضلوا كلكم. ايه رأيكم؟ طبعا البخار كان طالع على التليفون وانا ما كنتش واخده بالي. فاعذروني دلوقتي هظبط لكم الكاميرا. تمام. حاجة كده خضرة بقى تكسر اللون الجميل ده كده. وبس كده يا حبايب قلبي، اشوفكم على خير. وطبعا غرفنا الرز بتاعنا وقدمتها مع تومية، كان طعمها روعة. بجد بجد كان طعمها روعة، مش هتشبع منها. واشوفكم على خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. والسلام عليكم.